حول الموضوع الأخير معنا سيد بيرة، وهو صعود ترجي مستغانم بعد سنوات طويلة وطويلة جدا بعيدا عن الرابطة الأولى. صانع هذا الصعود، ونحن نتحدث عن الوفاق، هو صيفي آخر، هو كلام عندي ومبروك عليه وفرحت له هو معنا مباشر. ما شاء الله. سي بن دريس صباح الخير. سيد رضا بن دريس صباح الخير. نعم مرحبا. تحية ليك ولضيفك السيد عبد الكريم بيرة ولكل المستمعين. قال أنك يوما ما كنت لاعبا عنده هكذا. صحيح. الأخ عبد الكريم بيرة كان مدرب عدة مرات. نظن باللي وثاق الصيف الآن يعني راهو في أيدي آمنة. نظن باللي نعرف قيمة المدرب والإطار عبد الكريم بيرة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله في مع وثاق الصيف إن شاء الله. سيل اندريس، السنة الماضية كنت نجما بصعود فريق اتحاد السفلي أول مرة في تاريخه إلى الرابطة المحترفة، والآن عدت بفريق آخر يغيب أكثر من 20 سنة عن الرابطة الأولى وهو ترجي مستغانم. إذن أكيد أنت على المستوى الشخصي سعيد بهذه الإنجازات. اولا يعني نبدا قبل ما نبدا كلامي بودي نعزي عائله المناصر شادي هذه الذي توفى وفاته الماليه يعني في المقابله الاخيره اثر السقوط مميت. رحمه الله. الله يرحمه وان شاء الله يشفي المناصرين اللي كانوا معاه اللي راهم الان ان شاء الله. اما فيما يخص الصعود تاعنا الحمد لله يا رب العالمين. نظن باللي هذا ثاني صعود لي شخصيا. مبروك لمدينه مستغانم، مبروك للجماهير تاعها. هذا الشيء شرفني انا يعني الحمد لله يا رب العالمين. واحد دائما يشتغل ويصابر ويجتهد، يبقى التوفيق دائما بيد رب عز وجل. بعد بدايتي في رايه القبه نظن باللي المكتوب خلاص ثم يعني يوم بعد 8 مقابلات اتصلوا بي الاداره وين يعني تخلاوا عني. والله صراحه يعني كانت ربما انا انسان مؤمن وعندي ثقه في الله. قلت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله العظيم بعد يعني باسبوع كان اتصال ترجي مستغانم. قلت ربما ربي كتب لي حاجه اخرى في مستغانم. الحمد لله رب العالمين توفقنا، وين كان تحدي جديد لي انا هذا الموسم. الحمد لله يا رب العالمين. عملنا مشوار تاع بطل. بعد مجيء الفريق ترجي مستغانم لقيت الفريق يعني ربما يمر من مرحله فراغ، كان في سلسله تاع نتائج سلبيه. حتى انا يعني اول مقابلتين معهم يعني كنت تعادلت في ملعبنا وخسرنا في خارج ميداننا. بعدها يعني رفعنا التحدي وكانت ردة فعل قويه من الفريق كله يعني سواء اللاعبين او الاداريين او احنا كطاقم فني. الحمد لله عملنا مشوار تاع 17 مقابله فيها 16 انتصار وتعادل واحد بدون هزيمه. الحمد لله. ربما المشوار هذا والاحصائيات هذه هي اللي خلت رجحت الكفه تاعنا في الصعود مع رايه القبه اللي ثاني كذلك يعني يستاهل. ربما لما تشوف المشوار تاعو يستاهل ثاني صعود. نظل المجهودات والنتائج اللي عملها هذا الموسم ثاني. الحمد لله يا رب العالمين اللي وفقنا. نشكر اللاعبين يعني اللي قاموا بمجهودات كبيره. نشكر المساعدين تاعنا والرئيس يحطونا في احسن الظروف. نشكر الجمهور تاعنا اللي كان دائما ساند لنا. نظن باللي تكاتف جهود الجميع هذه هي اللي خلتنا نوصلوا للمرتبه هذه. الحمد لله يا رب العالمين. فرحنا المدينه هذه اللي لما تشوف المدينه هذه يعني بالمقاومه تاعها وبالمنشات تاعها كله يعني فريق مدينه اللي تستاهل يمثلها فريق في القسم الاول. الحمد لله بعد 25 سنه الموسم القادم راح يكونوا في حظيره الكبار ان شاء الله. وان شاء الله تكون على راس النادي لما لا، والذهاب بعيدا اكثر من هذا عموما. واكيد سنعود لهذا الصعود ان شاء الله باكثر وقت واريحيه. سيد رضا بن دريس شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. نعم في ثواني سيد بيرة ماذا عرفت نشوف لو برودوي سيتيفياي لي كومبيتون. نعم وكان لاعبا مميزا بالدرس ايضا. كان لاعب منضبط مثابر ومميز. كان مدافع قوي مدافع محوري. لعب تقريبا كثير مع خير الدين مضوي. يقعد انا ولا غير فرحان كثير لانه شوف ميم لا كومبيتون سيتيفيان اللي اكسبورتي ايور. أو استغلوه في السوق، استغلوه في مستغانم، ونتمناها انا صراحه انه يعود. انا نتمنى يعود لبيته. وانا من واجباتي لا نكون صريح من واجباتي انه كل اطارات انه كل اطار لانه كي نهضروا على ليدونتيتي دو جو نهضروا على فيلوزوفي دو جو معمل
مع ناس اللي تعرفهم ويعرفوك وخدمتوا مع بعضكم وتقدروا لا ديان. تكلمنا على الجينات. الجينات هذه مهمه كثير. والله راني مبسوط وفرحت له كثير حتى الترجي باسكو سي ان كلوب اللي غاب كثير على ناسيونال. ويستحق ان يعود الى الرابطه، وهو الذي لعب النهائي السنه الماضيه مع بن عكنون ولم يكتب له القدر. السنه هذه حقق الاهم. سيد